السلام عليكم. لو ما تعرفنيش انا كريم، وبقدم محتوى معرفي على القناة دي، وعايز اقول لك ان انا واثق ان انك هتستفيد ولو بنسبة 20% بس من اي كلام هقوله في اي فيديو انا نشرته قبل كده او لسه هنشره. المهم مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان نخش في الموضوع على طول. موضوعنا النهاردة عن كيان كبير وتاريخ عظيم، صاحب مبادئ عظيمة، وهو النادي الاهلي، القلعة الحمراء. النادي الأهلي تأسس 24/4 سنة 1907 ميلاديا، وأثناء فترة تأسيسه كان بيجمع بين الشباب المسلم والمسيحي، طبعا ده عشان الوحدة الوطنية. وتأسس على إيد مجموعة من كبار الشخصيات في مصر ساعتها، زي مثلا عمر لطفي بك، هو كان اسمه كده، وأمير سامي باشا. وتأسس كنادي صغير كده للشباب المصريين عشان يمارسوا فيه الرياضة ويقضوا وقت فراغهم فيه زي أي مركز شباب كده. بعدها بفترة تم إنشاء مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة الإنجليزي ميشيل إنس، وفي سنة 1909 تم تأسيس أول ملعب خاص بالنادي الأهلي. بعد كده انضم النادي الأهلي لاتحاد الكرة المصري سنة 1917، فبدأ يشارك في البطولات المحلية والدولية. ومن بدايات النادي الأهلي هو محقق إنجازات كبيرة وعظيمة كالعادة. طبعا النادي الأهلي بيضم رياضات كتيرة غير رياضة كرة القدم، زي كرة السلة والطايرة واليد والسباحة والجمباز والتنس والكاراتيه. وعشان كده النادي الأهلي من أكبر الأندية المحلية والأفريقية والعالمية، وده أكيد بسبب القاعدة الجماهيرية العظيمة اللي وراه، اللي بتسانده في الحلوة والمرة وفي كل حاجة. وطبعا برضه بسبب الإدارة العظيمة اللي قائم عليها النادي الأهلي لحد النهاردة. نروح بقى للملعب. الملعب الأساسي للنادي الأهلي هو استاد القاهرة، وده اللي في حي مدينة نصر في القاهرة، وسعة الملعب يقدر يشيل 75,000 متفرج داخل الاستاد. تم الاعتراف الدولي بالنادي الأهلي سنة 2001. هم 3 فروع. أول فرع للنادي الأهلي واللي هو الفرع الرئيسي للنادي الأهلي، الفرع اللي في الجزيرة، وتاني فرع في الشيخ زايد، والفرع الثالث في التجمع الخامس، اسمه عزيز عزت باشا. كان أول رئيس مصري لمجلس إدارة النادي الأهلي، وده الرئيس اللي اتفتح في عهده الفرع الرئيسي للنادي الأهلي واللي هو في الجزيرة. بعد كده تم تأسيس أول فريق لكرة القدم داخل النادي الأهلي سنة 1911 ميلاديا. عزيز عزت باشا بقى كان رئيس للنادي لحد 1916 ميلاديا. وخد معلومة على الماشي، أكبر نتيجة فوز للنادي الأهلي كانت 13-0. أغلى صفقة جات الأهلي هو المالي اللي هو من دولة مالي، يعني أليو ديانج، وكانت قيمة اللاعب أليو ديانج ساعتها 3,500,000 يورو، وده بتاريخ 27/9/2022 ميلاديا. وآخر حاجة المفروض الأجيال اللي جاية تبقى عارفاها لما تشوف الفيديو ده، إن الرئيس الحالي للنادي الأهلي هو الكابتن محمود الخطيب، وده من أفضل رؤساء النادي الأهلي اللي تولوا منصب رئاسة النادي الأهلي لحد النهاردة. وإن شاء الله على إيده تستمر الإنجازات أكتر وأكتر للنادي الأهلي. استنوني الفيديو الجاي إن شاء الله عشان هتكلم عن نادي جديد داخل مصر، وأكيد أنتم متوقعين النادي اللي أنا هتكلم عنه. ليه؟ مش عايز أحرق دلوقتي، أقول لكم الفيديو الجاي هو نادي إيه. السلام عليكم.